طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضيلة بأن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. البلاد تحتفل بعيد الصليب. تدريب 70 شابا في دبروة. اجتماع في مصوح لبحث التطعيم السحائي. ترامب يكذب روحاني بشأن إجراء محادثات مقابل رفع العقوبات. واشنطن تعلن نشر 200 جندي وصواريخ باتريوت في السعودية. وروسيا تحتجز قوارب صيد كوريا الشمالية. أهلا بكم من التفاصيل. احتفلت البلاد اليوم 28 من سبتمبر بعيد الصليب، وفي الحفل الذي جرى في ساحة الفاتح من سبتمبر بحضور المسؤولين في الحكومة والجبهة والدبلوماسيين المعتمدين وآلاف المسيحيين، افتتح المناسبة أمين مجلس البطاركة نيافة الأنبا لوقاس وراعي كرسي الكنيسة الأرثوذكسية نيافة الأنبا بطرس. وشهد الاحتفال الأناشيد الروحية لطلاب مدرسة سنبت إلى جانب قداس قادة قساوسة كنيسة قدس قرقيس بترافولو. وقدم الأستاذ سمون بيان شرحا في المناسبة حول الخلفية التاريخية لعيد الصليب، ومجد الشهداء الذين بفضلهم يحتفل الشعب الإريتري بأعياده في ظل السلام والحرية. وقام أمين مجلس البطاركة نيافة الأنبا لوقاس وراعي كرسي الكنيسة الأرثوذكسية نيافة الأنبا بطرس رفقة حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء بإشعال الدامرة من الجهات الأربع. وأعرب المحتفلون عن أمنياتهم الطيبة للعصر الجديد. قام حاكم إقليم القاشبرك السيد أبرهة قرزة بزيارة تفقدية للمزارع في الإقليم، يرافقه المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان من 24 وحتى 27 من سبتمبر الحالي. وتفقد السيد الحاكم أوضاع مزارع الذرة والسمسم التي نمت جيدا، حيث بلغت مزارع الذرة مستوى الإثمار والسمسم مرحلة القطاف، خاصة على الأجزاء الجنوبية والغربية للإقليم. وشملت الزيارة مناطق حجر وقرقف وكتاي ومعلوبة وقلوج وكونا وشهاتي وقرمي وعد مالل وعد هاكين وشلالو وشبشبيت ومايقوغح وهدامو وتخمبيا. قدم فيها المدراء ومسؤولو الزراعة توضيحا حول أوضاع المزارع والمراعي. وذكر في الزيارة عن زراعة مساحة أكثر من 80,000 هكتار في قلوج، وصلت نسبة 90% منها لمستوى آمن، وزراعة مساحة أكثر من 13,000 هكتار في مديرية شامبوقو وحوالي 30,000 هكتار في مديرية علي القاش. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان عن زراعة مساحة أكثر من 205,000 هكتار في عموم الإقليم هذا العام، ويشمل ذلك 90% من المساحة التي كان مخططا زراعتها، منوها بأن الإجراءات الحكومية ساهمت كثيرا لإنجاح النشاط الزراعي. وأهاب حاكم إقليم القاشبرك السيد أبرهة قرزالي للقيام بالمتابعة المتواصلة للمزارع حتى جني المحصول، وناشد الحصول المزارعين عن القروض لتمكينهم من الحصاد وجمع المحصول، وإشراع الحكومة للمحصول بما يعزز مصرفاتهم وجهدهم لتقديمه مباشرة للشعب. عقد في مدينة مصوى اجتماع يومي 24 و25 لبحث تنفيذ برنامج تطعيم السحائي المنظم من 15 وحتى 30 من نوفمبر بإقليم شمال البحر الأحمر. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم السيد تسفاي تسفاتون في الاجتماع الذي شاركت فيه الجهات المعنية وشركاء العمل أن توسع تغطية التطعيم جاء بالعمل المنسق، داعيا كافة الجهات العاملة قريبا من الشعب والمشاركة الواعية لإنجاح برنامج التطعيم. وبحث الاجتماع أعراض السحائي وخطورة المرض على الأطفال والشباب وأهمية التطعيم ضد السحائي،
وذكر مسؤول البرنامج الوطني للتطعيم السيد تدرس يحدق عن إقامة لجان عمل في كل مديرية لتنفيذ فاعل للتطعيم، ويتوقع نجاح التطعيم بنسبة أكثر من 90%. وأفاد مسؤول صحة الأسرة والمجتمع في مكتب وزارة الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد زوندنجيل جورجيس أن مرض السحائي يظهر في أكثر من 20 دولة أفريقيا بينها دول في الجوار، ويظهر أيضا على فترات في البلاد، داعيا المجتمع للتعاون إدراكا لخطورة المرض. ووضع الاجتماع خطة عمل بوضع الاعتبار لواقع كل مديرية ومواردها الخاصة، ووضعت الخطة لتطعيم أكثر من 300 ألف شاب و63 ألف طفل في إقليم شمال البحر الأحمر. أعلن مدير مديرية أرعت السيد هابت آب قبراب عن وجود برنامج لتطوير وتوسيع الخدمات الاجتماعية في المديرية، وأشار إلى انخفاض الوفيات وارتفاع المشاركة في التعليم نتيجة الجهود المبذولة في السنوات الماضية، وأشار إلى المشاركة الشعبية الفاعلة في أنشطة التنمية وصيانة الطرق. من جهة أخرى، أوضح سكان جيرولي عن حصولهم على خدمات صحية جيدة، مؤكدين الإيفاء بالمتطلبات اللازمة لتطويرها. وقال مسؤول عيادة إيجيرولي مساعد التمريض حسين محمد أنهم يقومون بالخدمات أيضا بالتجول في القرى، مشيدا بتعاون السكان والإدارة. وتوجد في مديرية أرعت 17 مدرسة و5 مؤسسات صحية، وتصل خدمات مياه الشرب الصالحة ل 80% من السكان. دعا قائد شرطة المرور في إقليم جنوب البحر الأحمر الرائد تخلي برهان يوهنس السائقين لاحترام القوانين للحد من الحوادث المرورية، وقدم في لقائه بالسائقين في مدينة عصب توضيحا بخصوص انتهاكات قوانين المرور وتأثيرها، داعيا السائقين للاهتمام أثناء القيادة. بجانبه قدم مسؤول مكافحة الحوادث المرورية في الإقليم السيد أحمد حسين تقريبا عن الحوادث التي وقعت في الأشهر الستة الماضية بالإقليم. تلقى 70 شابا راعيا للأسرة من مديرية دبروة دورة تدريبية لتربية الدواجن والنحل وتصفيف الشعر. وأوضح مدير مديرية دبروة السيد فرانجيل تخلاه مانوت أن التدريب يهدف لتأهيل الشباب وضمان وجود مصدر دخل لهم، ودعا المشاركون في الدورة للاستفادة الجيدة من التدريب المقدم وبذل الجهد لتطويره وتحسين حياتهم المعيشية، مؤكدا تعاون إدارته معهم. السادة والسيدات، إلى فاصل مسمى ونوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه عرضا إيرانيا لترتيب اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني مقابل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. إعلان ترامب يأتي متناقضا مع ما كان قد ذكره روحاني حين قال أن واشنطن عرضت رفع القيود لتسهيل عقد اجتماع بينه وبين الرئيس الأمريكي. وكانت رويترز نقلت عن روحاني قوله أن الولايات المتحدة عرضت إلقاء جميع العقوبات المفروضة على إيران مقابل إجراء محادثات، لكن طهران لم تقبل بعض العرض بسبب الأجواء السامة الحالية على حد وصفه. وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده مستعدة للمفاوضات، ولكن ليس في جو من العقوبات والضغط. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها سترسل 200 جندي وتنشر عددا من صواريخ باتريوت إلى السعودية لتعزيز الدفاع الجوي في المملكة، وذلك وسط تزايد التوتر في المنطقة بين الرياض وطهران، خاصة بعد اتهامات لإيران بالوقوف وراء الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين تابعتين إلى أرامكو. وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان أن هذا الانتشار سيعزز الدفاع الجوي والصاروخ للمملكة عن البنية التحتية العسكرية والمدنية الحيوية. ويوم الجمعة الماضي أعلنت الولايات المتحدة عزمها على إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج بعد الهجمات على أرامكو في قرار صارت الرياض للترحيب به. وسيكون هذا أول انتشار من نوعه منذ 2003 حين انسحبت القوات الأمريكية من السعودية بعدما ظلت في المملكة 12 عاما، أي منذ احتلال القوات العراقية للكويت
وحتى غزو العراق في 2003. ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن حرس الحدود احتجز 3 قوارب صيد كوريا الشمالية و262 بحارا من أفراد أطقمها بسبب الصيد بدون تصريح في مياه تعتبرها موسكو منطقة اقتصادية حصرية. وقال التقرير أنه جرى نقل القوارب إلى ميناء ناخودكا الروسكي، بينما صادر حرس الحدود 30,000 من سمك الحبار ومعدات تستخدم في الصيد المخالف للقانون. واحتجزت روسيا في 17 من سبتمبر قاربين تابعين لكوريا الشمالية في مياه إقليمية روسية في بحر اليابان بعد أن هاجم أحدهما دورية روسية. وفي ختام هذه النشرة، احتضنت العاصمة المكسيكية وتحديدا منطقة بوسكو دي تشابليوتك في مدينة مكسيكو أول عرض أزياء يضم أشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في المجتمع وتعزيز تقبلهم وتغيير الصورة النمطية التي قد يواجهونها في المجتمع. وقدم العرض 19 عارضا وعارضة، بينهم 11 من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث عرضوا أزياء زاهية وملونة مصممة خصيصا لهم من قبل المصممة الجواتيمالية العالمية إيزابيلا إسبرانجيمول. يذكر أن حوالي 7.5% من سكان المكسيك هم من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق أرقام منظمة الصحة العالمية. وصلنا إلى الختام، في أمان الله وحفظه.